اقول لك انت كنت ملطشه اسيا كلها، ما نسميك الا ملطشه اسيا اذا تبغاها بالطريقه هذه، من ذوبهان لام صلال لسيدني، ما بقى فريق ما سوى عليك تاريخ في اسيا. فاحنا نحفظ التاريخ ونعرف كل نادي كل واحد ياخذ حجمه. فلذلك احنا نجي لما نتكلم اتحاديين ما نتكلم كضديه لاي نادي، احنا نتكلم عن اتحاد قدم نبغاه يعدل ما بين الانديه ونبغاه يتعامل مع الانديه بنفس الطريقه. انا اليوم كان عندي مشاركه عالميه، طلبت التاجيل لم يتم التجاوب معي، بل ان النادي الاخر موافق وصرح رئيس ناديه انا موافق. ايش اللي يخليك ترفض طلبي وتقبل طلب الهلال؟ انا مش مشكلتي برضو هذه، انا مشكلتي ليه اساسا ما تتجاوب معي انا يا الاتحاد ولا تجتمع معي ومباشره تجتمع مع الهلال. احنا مشكلتنا في التباين. ارجع اقول انا يا بندر والكلام لاي هلالي، انت اللي اضطريتني اقول الكلمتين هذه، عرفت؟ لانك جيت تبغى تتكلم بفوقيه على الاتحاد، ولكن ارجع اتكلم الفوقيه هذه اللي انت تتكلم عنها ما صنعها الا مشروع ندعمه ونقويه، عرفت؟ ونخليه بطل في اسيا. قبل هالتاريخ هذا انت صفر في دوري ابطال اسيا، انت في كل دوري ابطال اسيا ما بقى فريق ضعيف الا سوى عليك تاريخ ولطش الهلال تلطيش، وكنا نضحك على الهلال في كل مشاركه اسيويه في ذلك التاريخ. والله انا اشوف بعد مشاركه ابو ثامر خلاص ننهي المساحه يعني. لا فلذلك لا ابو ارجع نواف ما بعيد. لا طارق بالله خلى خلصت ابو دريم. فايه خلاص. فلذلك ارجو ان احنا ما جاوب ابو فيصل ان احنا ما نروح لجهه مثل هذه يا ابو نواف. لا 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 ابد، حقك انا بجاوب. بالنسبه للملطشه يعني لو بتحسب المقياس يكون بالبطولات، الهلال من عام 2000 لين لحد الان شوف البطولات الكم حق. بعدين انا استكثر سبحان الله خالد لين يقول ملطشه الانديه، انا اشارك في الاسيويه لكن انت ما تشارك. هذا مثل الطالب الابتدائي يعاير طالب في الجامعه. ثاني شيء انا ما عمري كهلالي استشهدت فرق ثانيه، انا استشهد فريقي. اذا انا ملطشه للانديه في اسيا فالاتحاد ملطشه الهلال. ارجع واقول يا ابو فيصل بالنسبه بعدين للملطشه، القوه الجويه بشدات بوبجي ما يملك، وهذا ميزانيه مدعوم، لطش الاتحاد. الاهلي المصري في أسوأ جيل والاتحاد يلعب 10 رجال، لطش الاتحاد. اللي هزمك هو ناقص 7 اساسيين صح؟ طارق لا طارق انت شريك. طارق انت كوهوست المفروض حياد، المفروض انك حياد. ضربه مرة مركز ثالث رابع، وانا يعني حتى قالوا ما لعب، انا عندي طرد في اول ربع ساعه من الشوط الاول، ولا كانت مباراه ذات اهميه، عكس الفريق اللي مستضيف البطوله ومدعوم بنزيما وكانتي وفابينهو ومحضرينه، في الاخير جاء الاهلي المصري ولطشك. ارجع واقول يا ابو فيصل انا ما عمري شفت الهلالي يستشهد بانديه ثانيه، دائما يستشهد فريقه، بينما الانديه الثانيه خصوصا الاتحادي وجابها ابو دريم ابو ثامر قبل شوي قاعد يستشهد بالانديه انه ينطشون الهلال، والهلال شارك في اسيا وفريقه ما يشارك. الهلال ثلاثه فريق بس اخر كلمه ابو دريم ابو ثامر اخر كلمه. انا والله ما قطعتك، والله ما قطعتك يا ابو دريم، والله ما قطعتك الا قطعت. سالفه الفوقيه، إيه كل هلالي من حقه يمارس فوقية وأنا أمارس فوقية. ليه؟ لأن النادي أعطاني هالشيء وتحدى أي نادي. بعد مشروع بطولات بعد مشروع أوكي يا أبو ثامر خلني بس أكمل. أنا عندي سبحان الله أبو ثامر أثبت لنا بعد العقلية، يعني مع احترامي له أنا كنت يعني أشوف إنه عقلية كروية. لما يقول الهلال صفر أبو ثامر ما قطعتك والله ما قطعتك. مستواي أكبر منك، مستواي أكبر منك مستواي أكبر. بدأنا بمستويات. وبعدين بندر كمان عرج على ابو ثامر يقول انا اكتشفت ان ابو ثامر العقليه وش انت خلاص ابو ثامر يرد عليه ابو ثامر. اي انا قلت كلامي هذا كله البندر الثنيان، بس هذا الكلام كله البندر هو ويبغانا نجي نسلم عليه. لا مستحيل يا نواف، من دق الباب لقى الجواب. يا انا ما غلطت عليك. لا ما غلطت عليك. وش غلط عليك؟ ايش قال؟ انا ما غلطت عليك ابدا. الاتحاد ايش اللي كلمه تعنيف يا نواف؟ وش قال جماهير الاتحاد جماهير الاتحاد انا ما غلط الكلام. انا اعرف انه صاح من الصراوه وصاح من الشارقه صاح من ام صلال، قعد سنين يتبنى بهالجماهير الاسيويه. يا صالح دقيقه انا اعلمك يا نواف انا اعلمك دقيقه يا صالح دقيقه اصبر يابا اصبر انا اعلمك اصبر يا صالح. هو متحسس يوم قال بندر
الهلال يعنف الاتحاد. طيب وحاجه تمام. هذا ابو دريم يا قال يا اخوان ترى نقاشات كوره زي كذا لا لحظه بلاش نصعدها لا، يعني لا، ما فيها لحظة. شيء ما انا لحظه بنرد عليه بنقول له ملطشه تجاوز وكذا ابو فيصل ابو دريم ما فيها قال شيء ملطشة يعني. عادي. فيصل. وين الغلط؟ اول مره تدخلون مساحات انتم. ابو فيصل تجاوز بقول شيء بس اخر كلمه ابو ثامر والله اخر كلمه ابو ثامر. لما تقول لي الهلال الصفر اسيا والهلال عنده 2 تصير عنده 2000 بطولات اسيويه وبتلغيها سبحان الله وانت مشارك في الاسيويه في اول مره تصير في الكره الارضيه بكبرها من فريق يشارك من دور الثمانيه في الاسيويه على طول، ولما شاركت مره ثانيه صرت ملطشه للكرام السوري. وعلى طاري ندعمه ونقويه ابو فيصل ما ننسى كلنا جميعا وعد تفرح، والدعم اللي صار اثناء الهبوط لما بغى يهبط تغيير المدرب 4 مدربين في موسم واحد من غير تسديد. يا عمي يا صالح انت محتفل اللي فرح الهلال خذ ذاك الموسم يا بندر. صالح انا قلت لا تفتح المايك، انزل الحق اخوياك اللي قبل شوي. تفضل. عموما يا فيصل ختاما التاريخ مسجل الهلال عنده بطولات آسيوية قبل حتى ما يحققها الاتحاد، وقبل ما يعرف الاتحاد الآسيوية الهلال كان يتربع على عرش الكرة الآسيوية. تقليل من الهلال واللي قاعد يصير حتى من يعني الانحياز الاتحادي في صف الأهلي، تخيل في صف الأهلي والله يضحكك ويرجعني للتعنيف اللي قاعد يصير من الهلال للاتحاد. الله يعطيك العافيه. فيصل اذا اني انا زليت على جمهور، لحظه، اذا زليت على جمهور الاتحاد ترى انا ما اقصد، في بعض ارجع واقول للبعض جمهور الاتحاد مقدر عندي وغالي ولا عني. ما زليت تفضل يا طارق عندك شيء؟ اي انا بقول بندر بس نزل اخذ الحوار لنقاش اخر يعني تعنيف وانا والاتحادي ليش واقف الحين. احنا قاعدين نتكلم على المساواة في تأجيل. نعم تمام. الفرق اللي طلبت التأجيل ما تم تأجيلها. تمام. اما يطلع اليوم واجتماعات وكذا ويتأجل الهلال، هذا كان نقاشنا من البداية. ما حنا في صدد كلام عن ايش انجازاتك وانجازاتي وكذا. انا ماني داري الهلاليين متحسسين يعني انت تبيني اوقف معك، تبيني يعني اكون معاك يعني. تراني انا ماني لاعب مع النصراوي اليوم نفس الشيء، هو في نصف النهائي ويتم تأجيله، باجي هنا عند ابو فيصل واتكلم نفس الكلام هذا. طيب مو من حقك انه تتأجل. طيب. الا اذا تأجلت لغيرك بس. طيب ابو دريم عندك شيء؟ اي عندي شوف يعني انا ارجع طبعا كلام طارق هذا 100%. احنا مثلا نتناقش في موضوع تأجيل، يطلع لي مثلا بندر او غيره يحاولون يهربون من محور النقاش نفسه اللي هو موجه للاتحاد القدم. احنا كاتحاديين متضايقين ليه يا اخي لما احنا نوجه لك مطالباتنا تتجاهلنا، ولما يوجهها نادي ثاني سين صاد ما يهمنا منه النادي الثاني انك تتجاوب معه. احنا كلامنا على اتحاد القدم، وكل نادي عنده ملاحظة على اتحاد القدم من حقنا يتكلم عنها. بعيد كل ما طلع اخ هنا هلالي جاك ماذا شو، حتى بندر بغى يروح لي شخصيا، حتى خالد لين بغى. يا اخي لا، سياسة انك تهرب من النقاش سياسة تبين انك لا تملك حجة. اما سياسة انك تجي وتحاول تقلل من النادي الثاني لان احنا نتناقش في نقطة ما لها علاقة، برضو هذا يدلل انك ما عندك حجة. واحنا لما تكلمنا، لما تيجي انت تتكلم انت تجبرني انا ارد عليك بالشكل هذا، انت تجبرني ارد عليك بنفس منطقك بنفس كلامك بنفس اسلوبك. احنا ما نتكلم بالاسلوب هذا حقيقة، ولا ودنا نتكلم بالاسلوب هذا، ولا انا من الناس اللي احب اتكلم بالاسلوب هذا. ولكن لما تبغى تتكلم بالاسلوب هذا نتكلم. لما تيجي تقول لي والله انا بالاتحاد يتكلم عشان انا فايز عليه، وانا لا بقول لك انت فزت عليه ليه اساسا بعد مشروع ندعمه ونقويه، وانت زمان انا في اسيا مقابلك مرتين، في اسيا قبل التواريخ هذه مقابلك مرتين قبل مشروع ندعمه ونقويه وفايز عليك فيها كلها. مرة في السعودية اخي يستغربون من الاتحاد يتكلم. خلاص ماني فاهم انا يعني. ختم احنا ما لقينا احد واقف معانا في كاس العالم ولا لا اعلام ولا شيء. ايه انا ابغى ختم. فلذلك احنا قبل هالتواريخ هذه قبل مشروع ندعمه ونقويه انا مقابلك مرتين في اسيا وفايز عليك فيها، واحدة في السعودية وواحدة برا السعودية. فلذلك احنا هذا مش محور نقاشنا. احنا محور نقاشنا اللي هي لجنة المسابقات وطريقة تعاطيها مع الأندية في وفق ظروفها. لا يمنع أن الهلال يطلب ولا يمنع أن الاتحاد، بس أنا من حقي أن الاتحاد أنا أعترض على الاتحاد نفسه، مش عليك أنت يا هلال، على الاتحاد. هذا اللي احنا قلناه ابو دليم، احنا الجماهير الهلال من حقها الطالب
وجماهير النصر من حقها الطالب، وجماهير الاتحاد من حقها الطالب، والاهلي كذلك. احنا نتكلم عموما عن اللجنه نفسها. الله يعطيكم العافيه فيصل. طيب الله يعافيك ابو دليم.